ليه ساعات تفتكر انك واضح جدا قدام الناس بس تكتشف ان اللي قدامك شايفك بشكل مختلف تماما عن حياتك؟ وليه اوقات تحس ان في حاجات جواك انت نفسك مش فاهمها؟ فعلم النفس فيه نموذج بسيط بس عبقري اسمه جوهري ويندو، وده مش بس بيساعدك تفهم نفسك، ده كمان بيكشف لك ازاي الناس بتشوفك وازاي تزود وعيك بنفسك وتحسن علاقاتك وتطور طريقه تواصلك. 4 مربعات ممكن يغيروا حياتك. اروع مربع هو الاخير. المربع الاول هو الاوبن اريا اللي هي المنطقه المفتوحه، يعني اللي انت عارفه عن نفسك والناس كمان عارفينه، زي مثلا انك شخص اجتماعي او خجول. دي المنطقه اللي بنبني فيها الثقه وبنقوي علاقاتنا. المربع الثاني هو المنطقه العمياء. عارف البلايند سبوت اللي انت وانت بتسوق بتكون موجوده، الحته اللي كل الناس شايفاها بس انت لو بصيت في اي مرايه في العربيه مش هتعرف تشوفها. دي عباره عن حاجه كل الناس شايفاها ما عدا انت. ممكن طريقه كلامك، تصرفاتك اللي مش منتبه ليها، ودي اخطر حته لانها بتاثر على شغلك وعلاقاتك من غير ما تحس. عمرك ما هتتخيل الناس شايفاك ازاي. عايز تعرف؟ اعمل لعبه بسيطه. ادي ورقه لزمايلك واصحابك في الوش الاول، خليهم يكتبوا لك كام كلمه كده بتوصفك اول مره شافوك او عرفوك فيها، الفيرست امبريشن يعني. في الوش التاني يكتبوا لك شايفينك ازاي دلوقتي بعد ما عرفوك. صدقني هتستغرب. تابعني علشان تعرف المربعين الباقيين واللي فيهم المربع الاروع. اعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد.